عمرك شفت مشروع كان ناجح جدا وفجأة وقع بسبب الشراكة؟ الموضوع ده بيحصل كتير لأن اختيار الشريك ممكن يرفعك للسما أو يوقعك في ثانية. تقرير من هارفارد بيزنس بيقول إن جزء كبير من المشاريع الجديدة بتفشل بسبب الشراكة الغلط. فازاي بقى تختار شريكك الصح لمشروعك؟ أول حاجة لازم تختار شريك يكملك مش يشبهك. يعني مثلا لو أنت بتفهم في التسويق فهات شريك بيفهم في الإدارة، ولو أنت شاطر في الإدارة فهات شريك فاهم في البيع، لأن التشابه بيكرر الشغل لكن التكامل بيكبره. وتاني حاجة لازم تختار شريك ملتزم مش يتحمس يومين ويختفي، لأن المشروع محتاج حد يقف معاك وقت الضغط مش واحد مزاجي ويسيبك في النص. وتالت حاجة ودي مهمة جدا لازم تتفقوا على كل حاجة من الأول، زي مثلا المسؤوليات والقرارات والنسب وطريقة الخروج من الشراكة، لأن الوضوح في البداية بيمنع المشاكل في النص. ورابع حاجة لازم تختار شريك هدفه نفس هدفك، لأن مثلا لو أنت عايز مشروع طويل المدى ويبقى براند وهو عايز فلوس سريعة كسبوبة ساعتها تتخانقوا أكتر ما تشتغلوا. وفي الآخر الشراكة الصح مش حد يساعدك، الشراكة الصح إن حد يشيل معاك ويحافظ على المشروع وقت ما أنت ما تتعب ويكمل معاك الطريق خطوة بخطوة. والأكيد إنك لازم تبعت الفيديو ده لشريكك عشان ما تقعوش في المشاكل دي. وبس كده. لو مهتم تعرف أكتر عن البيزنس أو تعمل فلوس متنساش تعمل لايك وفولو. أنا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.